مر أحاديث مع حد مر أحاديث مع حد مثلا الكلام مع حد كده بالصور. لا هو ده كله هيتنزل، ده كله هجمعه. دي صور ولا لا انا كنت بصور فيديو بجمع كل الكلام ده واظبطه في فيلم واحد وهينزل على الفيس ان شاء الله وعلى اليوتيوب. انت بس تعالى معانا في الفيس وانت هتفتح انا عند الاستاذ غريب بس بقى انا خلص انا ضيف نفسي عندك والمضيف خش عند غريب محبتهم برنس بتوعهم بس خلاص او انا اكتب خلاص نكتب على اكتب على دي على ايه الاخبار. فلا فرق بيننا، ولن يستطيع أحد أن يفرق بيننا على مدى التاريخ أو الأيام القادمة أو فيما سبق. فنحن بصدد الآن عزاء لإخواننا المسيحيين المصريين، ونعلن رفضنا رفضا تاما لما حدث في مسبيو. وتفضل كلمة الباشمهندس محمد والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبدأ بتقديم خالص عزائنا، قلوبنا مع إخواننا في الوطن
وأنا أعتبر أن أي إنسان يقدم على أي إساءة لأي مسيحي في مصر فهو لا يفهم الإسلام. الإسلام الذي قال نبيه صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. اعتبر أن أي إساءة توجه إلى مسيحي كأنها إساءة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث هو في الشعب المصري والمسلمين والمسيحيين كل فئات الشعب المصري. عايز أأكد على مجموعة من الحقائق لازم نقف نصدقها كويس. ما ينفعش واحنا في القرن ال21 نؤثر بحقوق الآخرين بناء على عقائد. احنا يؤذينا أن يحدث ما يحدث مع المسلمين في سويسرا وحرمانهم من أن تكون لمساجدهم مآذن. يؤذينا أن يحرم المسيحيين من أن يقيموا معابدهم في بلاد لا يوجد فيها مسيحيين. يؤذينا أن يحرم أي إنسان من حقه في حرية الاعتقاد. هذا ما قررته الأديان، وهذا ما يعني اتفقت عليه الجماعة الإسلامية. وعندما يعني تلقى بدء التفرقة وبدء التمييز ونقيم هذا الشكل من الأشكال التمييز على أساس الهوية الدينية أو على أساس الهوية العرقية أو غيره من أشكال التعصب المحيط، بيحصل الكوارث. الكوارث مش بس في مصر، وحصل في ايرلندا، حصل في باكستان المسلمه، حصل في كثير من الدول اللي في لحظه من اللحظات بعض المتعصبين بعد تخطيط العقول بيمارسوا الشكل من اشكال التمييز بناء على عقيده. نعلم جميعا ان كلنا يعني لم يكن له هذا الاختيار في عقيدته ولا في فهمه. خلينا نتكلم بلغه المصلحه. مصلحتنا كبشر، مصلحتنا كمجتمع، مصلحتنا كمصر انه التسامح هو البوابه الوحيده التي يستطيع من خلال الشعب المصري ان يعبر الى القرن ال21 بشكل حقيقي. انا اسف الاطاله، انا بقرر احنا جايين هنا بنعزي انفسنا، وان كان العزاء جاي شويه بعد يوم ولا يومين، لكن احنا كنا زي ما بيقولوا العزاء واحد. بالظبط طبعا. لكن احنا كنا جايين حريصين على اننا نقابل في الاربع مركز وشعب الكنيسه اللي بنسعد لما بنلتقي بيهم، وبنأكد على انه الشعب المصري هو شعب واحد مش شعبين. الشعب المصري هذا الشعب الذي يعني له من الحضاره ما له مش ممكن بأي حال من الأحوال حد متطرف هنا أو حد متطرف هنا، حد شايف إن الدنيا على قد هنا أو حد شايف إن الدنيا على قد هنا هو اللي يمارس هذا الشكل من أشكال الشعب. مش مقبول ومش هنقبله ومش هنسمح فيه. وإذا كان في لحظة من اللحظات بيحصل الشكل ده من أشكال يعني التبيان أو فعل صوت بعض الناس، أكيد الناس بترجع تاني للنغمة الأصلية ألا وهي لغة التسامح ولغة الفراغ. الشعب المصري واحد والتسامح واحد رغم أمر الحاقدين ورغم أمر الكارهين ورغم أمر كل العابثين بمصالح الشعب المصري. شكرا. والله انا بيحضرني دلوقتي يمكن طبعا مبادئ العزاء بيحضرني مشهد الضابط المصري ماجد بولس اسد التحرير، ضابط من الجيش المصري ابكي دافع عن المسلم المسيحي في عز ما الجيش كان بيغض بصره عن موقعة الجمل. هو بكل جرأة وشجاعة وإنسانية شال طبنجته ودافع عن الكل. طبعا احنا بنتمنى دايما ان نؤكد على ان احنا نكون ضد التطرف بكل اشكاله وانواعه وفي كل فئاتنا وفي كل انتماءاتنا. انا ضد التطرف القبطي، ضد التطرف المسلم، ضد اي شكل من التطرف وضد التعميم. وبنتمنى ان لحظتنا ديت انها تدوم علينا باذن الله. وبدعو يعني ابونا وبدعو الاخوه المسيحيين ان حقيقي الفتره اللي جايه محتاجه لكم انكم تبقوا موجودين بجد وتشاركوا في الحياه السياسيه بجد. وقفه الشعب المصري كله وحدته مع بعض بدليل ان احنا قاعدين دلوقتي في هذا المشهد بنأكد على كل الكلام اللي اتقال. عايزين نسمع رؤيتك سيادة نيابة الأنبا. نعم. لا يعني قدموا يا باجي. صحيح. شوف الجمال يعزمني على واحد ثاني. كمان اخونا ماجد بيدير اللقاء داخل. لا ما انا واخد يعني انا الحقيقه ما اعرفش عزيز ايه على الكلام اللي انتوا قلتوه.
الحقيقة الأستاذ ماجد قال عبارة حلوة في الأول، قال إن إحنا كلنا مصريين مسلمين. لسه قريت مقالة في الأهرام الأسبوع اللي فات، إحنا أصلنا مصري مسلم مصري مسيحي، فإحنا كلنا مسلمين. بس هي المشكلة مش في المسيح والمسلم، مشكلة في معالجة الأمور نفسها. يعني اللي عالج بلغة الرجل ده، اللي عالج حادثة مسبيرو كان جراح الحقيقة غير موفق، لأنه الإعلام أصاب الناس بطريقة بطريقة خطيرة جدا، علشان الإعلام يقول إنه الجيش هو المسيحيين أطلقوا النار على الجيش المصري. طبعا الشعب كل مصر كلها وقفت ضد مين؟ ضد المسيحيين. مش كل مصر والله يا ابو ما حصلش الحمد لله ما حصلش والله. فالإعلام لما عمل كده طبعا طيب ايه القصد من هذا الكلام؟ هو عاوز يبرأ القوات المسلحة، لكن عشان يبرأ القوات المسلحة برأها بطريقة خطأ. الخطأ انه قال انه الأعضاء لما نشد كلكم هنتوقع، مش في ناس هرتوا. ايوه كلنا قرينا الكلام ده. فطبعا مش معقول ابدا. اولا الاقباط غير مسموح ان واحد فيهم يطلق ضلقه، وده مبدا قداسه البابا ومبدا الانجيل نفسه. ممنوع منعا باتا عندنا ان احنا لما احنا كلنا متعرضين ان احنا نمسك اسلحه. الكاهن بيرايح جاي طول النهار وبيسافر، كان ابسط حاجه ممكن يرخص، والحكومه هترخص له مسدس. لو هو طلب ترخيص هيرخصوا له مسدس. فالعنف غير موجود اطلاقا من ناحيه المسيحيين. لكن احنا نشكر ربنا ان القوات المسلحه ربنا اعطاها حكمه لا تقدر، انه وقفت مع الشعب بطريقه صامده رغم الهجوم حتى من بعض الكتل السياسيه. هاجمت القوات المسلحه برضه، لكن القوات المسلحه الحقيقه لها الفضل في صمام الامان في مصر كلها. فمش عايزين نرخي ودنا للاشاعات، مش عايزين نرخي ودنا. وبعد كده ما اعرفش انا، ده رايي، انا ضد التظاهرات في هذه المرحله مهما كانت هذه التظاهرات. اللي عاوز يعمل حاجه يعملها بطريقه سليمه، علشان ما في، لان المندسين كتير والحاقدين كتير، والناس اللي عايزين يولعوا في البلد كتير. لانه لا مؤاخذه يعني، احترامي لكل الناس اللي هي بتشتغل في السياسه، مش معقوله في ناس هتبقى ساكته شايفه الامور اللي عاوز يبقى عضو مجلس الشعب. هو كان اصلا عضو مجلس الشعب وكان ليه ناس وكان ليه وكان ليه، هيسيب الامور ماشيه كده. وانا عندي اعتقاد طبعا انه طول ما احنا بنقول مسلم ومسيحي البلد دي لن تستقيم اطلاقا. صح. طول ما احنا قاعدين ده مسلم ده مسيحي ده مسلم ده مسيحي، البلد مش هتستقيم اطلاقا. ليه؟ لانه ما دام انا فيها بقول انا مسلم وانت مسيحي، يبقى في ايه؟ طب ايه السبب يعني؟ بتقول الكلام ده ليه؟ يعني مجرد السؤال يبقى فيه السؤال ده معناه ليه معاني كتير. زي ما واحد مره، طبعا يا نكته، واحد بقابل قسيس بيقول له ابونا مسلم ولا مسيحي؟ طبعا ده كله نظر اصلا.
كلمني خد هي شغاله وانا بسلم. خش بلادي لك حبي وفؤادي. الله الوطن الثورة. بتاعك